خبر عاجل: الأمن يحجز 500 كيلوغرام من مخدر الشيرة بمدينة الراشدية وقلميمة. إذا كالعادة قبل أن نمر للتفاصيل نرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك لكي يصل هذا الفيديو لأقصى حد ممكن وتعم الفائدة على الجميع، وشكرا. تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الراشدية وقلميمة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أمس الأربعاء 8 فبراير الجاري من حجز 500 كيلوغرام من مخدر الشيرة وتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وقد جرى تنفيذ هذه العملية بنقطة المراقبة بمدخل مدينة قلميمة، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بنقل شاحنة من المخدرات على متن شاحنة مقطورة لنقل البضائع، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل هذه الناقلة عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرة بالغ مجموع وزنها 500 كيلوغرام، علاوة على حجز مجموعة من الهواتف النقالة ومبالغ مالية بحوزة الموقوفين. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.